تعالى بقى ندخل في الفيزياء، وليه عامله كده زي البعبع والناس كلها بتخاف منها، واللي هو بيحسوا ان هي ملهاش قفل، يعني ما فيش وقت كده يقدر يقول الطالب انا خلصت مذاكره فيزياء. ليه بقى ال الاشاعات دي عنها؟ بص، هي الفيزياء كماده يعني متسعه قوي، يعني مش ماده مرتبطه بمنهج محدد قوي، ولكن لا، ده الموضوع مفتوح. لكن لما نيجي نشوف الامتحانات، لا، في ناس بتقفل. معنى ان في ناس بتقفل ماده زي دي، لا، يبقى الماده مش صعبه للدرجه دي. يعني اكتر سؤال بيتسال هو انا ليه ببقى مذاكر وفاهم من المستر كويس جدا وبرجع ما بعرفش انا بتسال السؤال ده كتير. انا مستر معاك في الحصه، فاهم كل حاجه، وبقى يعني بص، مش عايز اقول لك انا فاهم كل حاجه، اروح البيت احس ان الدنيا صعبه. فانا مش عايزك تقعد تقارن نفسك بواحد، لان امكانياتك غير امكانيات. انت ترضي نفسك امتى؟ لما يكون الوقت ده بقى كافي ليك ان انت تراجع المعلومه وتحل وتعمل الواجبات ومستواك بقى كويس. حلقة جديدة من تيتشرز توك مع مستر مميز جدا في الفيزياء. هنتعرف على كل تفاصيله النهاردة، وهنعرف حاجات كتير جدا مهمة في مادة الفيزياء، وازاي انت كطالب تقدر تقفل المادة، وكل التفاصيل اللي ممكن تعملها على مدار السنة. معانا مستر مميز جدا، مستر احمد سمير. اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك. اهلا بحضرتك. عاوزين نعرف النهارده بقى كده حضرتك بدأت ليه اصلا الفيزياء؟ يعني حبيت الفيزياء، هل انت مثلا جت صدفة معاك، ولا بدأت يعني كان نفسك تخش تبقى مدرس فيزياء؟ والله بص، هو ساعات كده ربنا بياخد الواحد لطريق ممكن يكون ما كانش حابه في الاول او مش مقدم عليه، ولكن لما بتمشي فيه بتلاقي فيه خير طبعا. يعني ده حصلت مع ناس كتير. فده حصل معايا. يعني انا ما كنتش برضو عشان ابقى صريح مخطط ان هدرس او اخش التدريس اصلا، ولكن مع الثانويه والمجموع والتنسيق رحت للطريق ده. لكن كان في حلم تاني اصلا في البدايه؟ كان اكيد الحلم بتاع كل الناس، انا ادخل مثلا كليه طب او كليه كذا، ولكن تنسيق للاسف ايامي انا كان عالي شويه وكده، فخدني في طريق انا يعني هو طريق التدريس. ولكن اكتشفت بعد كده ان انا الحمد لله يعني ايه، ده طريق الفعل انا كان لازم امشي فيه، لان ربنا اراد ان انا ما مشيت في الطريق ده، لا، لقيت عندي الحمد لله يعني قابليه كويسه، والناس متقبله ان انا اشرح وبدات تفهم مني. حتى ده حصل في الجامعه. يعني وانا في الجامعه مش لما بدات اصلا الشرح في الجامعه. يعني انا بدات اشرح لزمايلي. طب بعد ما الدكتور يخلص وعايزين مثلا في حته مش مفهومه قوي، بقى يقعدوا وانا اقف اشرح، لقيت لا، الموضوع ممتع وانا متمكن الحمد لله فيه. خلاص بقى، فقلت يبقى ده طريق اللي انا همشي فيه بقى. فالحمد لله ما شاء الله كان اختيار من ربنا، وربنا طبعا بيختار الاصلح دايما يعني. طبعا هو فعلا معظم اصلا قصص النجاح اما نيجي نتكلم مع حد يقول لك انا ما كنتش مخطط نهائي للحته دي، وسبحان الله ربنا حطني. هو بس ربنا بيبقى محتاج شويه اجتهاد من الانسان، وهو بيوديه في الطريق اللي هو فعلا المفروض يمشي فيه بعد كده يعني. ده حقيقي، وده انا عايز اقوله للطالب حتى. انت عايز تطلع حاجه معينه، بس ربنا اراد انت تدخل حاجه تانية، لازم ترضى. ده اولا عشان نفسيتك تستريح، ثانيا انت اجتهد بقى. صح. طالما انت دخلت الطريق ده اجتهد، هتلاقي نتيجه كويسه جدا. بالظبط. وده حصل مع ناس كتير زي ما انت قلت يعني. بالظبط. ايه اكتر طالب اثر في حضرتك على مدار بقى السنين بتاعه التدريس بتاعتك؟ هل في موقف معين مثلا حد اثر في حضرتك مثلا، او وصل لحاجه معينه فبدا يكلمك ويشكرك؟ والله في طلبه كتير، يعني مش طالب بعينه، ولكن يعني في مثلا طلبه يعني كانت ايام ما كنا بنشرح او ايام السنه وكانت شغاله، يعني كان بيبقوا مميزين قوي، مميزين في كل حاجه. الطالب ده بحط عليه سبوت على طول. حتى بعد ما بيخلص وبيدخل الجامعه والكليه، الطالب ده بيفضل متواصل معايا. الطلبه دي بتفضل فعلا في دماغ الواحد، ان هو ممكن يقابله في مكان معين فيفرح ان هو قابله في المكان ده، مبسوط جدا. كأمثلة يعني ممكن طالب على ما اتذكر يعني كان دايما بيجي يسألني وياخد رأيي في حاجات معينة. والطالب اللي بيعمل كده بصراحة بيبقى طالب له هدف. ده بعيدا عن التدريس بياخد رأي حضرتك؟ بياخد حتى رأيي في حاجات بعيد عن المادة يعني. فأنا يعني حسيت ان هو طالب مختلف. اي حاجة بيجي يسأل، ومش بيسألني انا بس، ممكن بيسأل معظم الناس. فده حاجة مهمة للطالب، ان هو مش لوحده. انت مش لوحدك، بالذات في السنه مهمه زي دي، لازم تستعين بالخبرات اللي حواليك. بالظبط. مدرسينك، والدك، والدتك، اخواتك الاكبر منك، صحابك، ايا كان. بس هي الطالب ده بصراحه مميز يعني. كان دايما يستشيرني في حاجات، ودايما كان ينفذ النصايح دي. لذلك سبحان الله يعني مع الوقت وصل مركز كويس جدا. بسم الله ما شاء الله. يعني هو دكتور دلوقتي، ودكتور معروف. بسم الله ما شاء الله. لان هو من الاول بيسال وبيستشير.
فده الناس اللي لما ما بتسالش دي بحس فعليا ان هو بيفوتها كتير جدا، هو جدا بيتكسف او بيحس ان هو لو سال هيبان ان هو كده مش شاطر مثلا. لا، الخجل مش مطلوب في الحته دي نهائي، خالص. لازم يستفيد من خبرات اللي حواليه. مم. فده من الطلبه اللي الواحد عمره ما هينساه، مم. لانه دايما كان يعني حاططني معاه في الصوره في كل ما يخص ايه السنه دي حتى بعد كده. وفعلا المدرس مش بس تدريس المادة، هو فعلا مع الطالب في كل حاجة، فدي حاجة جميلة جدا يعني. والله ده اللي انا حسيته من المهنه، يعني المهنه مش مجرد انت بتدي معلومه، لا بالعكس، انا لما اكون واقف بشرح ببقى في حاله كده، يعني حاله مش عايز اقول لك حاله مزاجيه عاليه قوي، فعايز اوصل للطالب المعلومه وفي نفس الوقت عايز اديله نصيحه. صح. مش عايز اسيبه ايه معلومه تبقى ناشفه قوي عليه كده او صلبه، لا ده انا عايز افكه وفي نفس الوقت اخليه يستفيد من حاجه في حياته. صح. اقول له نصيحه يعني. تعالى بقى ندخل في الفيزياء، وليه عامله كده زي البعبع والناس كلها بتخاف منها، واللي هو بيحسوا ان هي ملهاش قفل، يعني ما فيش وقت كده يقدر يقول الطالب انا خلصت مذاكره فيزياء. ليه بقى ال الاشاعات دي عنها؟ بص، هي الفيزياء كماده يعني متسعه قوي، يعني مش ماده مرتبطه بمنهج محدد قوي، ولكن لا ده الموضوع مفتوح كاسئله. يعني احنا موضوع الواحد ممكن تلاقي كم اسئله كبير جدا. الطالب طبعا بيبقى تحت ضغط كم الاسئله الكبير ده، وطبعا منهج كبير، فممكن مع الوقت يحس بالضغط ان كم الاسئله كبير. طب في اسئله بتقف قصادي، ده طبيعي ان في اسئله تقف، لكن عشان هي بيبقى كمها كبير فهو بيبدا يحس ان الماده صعبه. فالاحساس ده بيجي في الاول، ولكن الاحساس ده ممكن يختفي مع الوقت يعني بكذا طريقه. انه اولا يشوف طبيعه الاسئله اللي بتيجي في الامتحانات عشان يقدر يحدد الاسئله اللي بيشوفها دي هل تتماشى مع الامتحان ولا لا. فيبدا يطمن. لو قاس مستواه على الاسئله اللي جت في الامتحانات في السنين اللي فاتت ولقى نفسه بيحل كويس، ده هيديله طمانينه شويه. دي خطوه. الخطوه الثانيه ان الاسئله اللي وقفت قصادي دي سبب الوقوف ده ايه؟ يعني انا السؤال ده وقف قصادي ليه؟ هل لان انا مش عارف القانون؟ هل لان انا استخدمت القانون بطريقه غلط؟ هل لان دي في معلومه مش عندي اصلا؟ يعني هل في المعلومه دي مش موجوده اصلا انا ما خدتهاش؟ وده بيحصل طبعا، لان المصادر الخارجيه كتير ما لهاش كنترول. فكل كتاب او كل مصدر بيحط بقى زي ما هو عايز، ومفيش حد بيراجع ورا القصه دي. الطالب اللي بيقع بقى للاسف ضحيه للموضوع ده، فبيحس ان الماده صعبه. لكن لما نيجي نشوف الامتحانات، لا في ناس بتقفل. معنى ان في ناس بتقفل ماده زي دي، لا يبقى الماده مش صعبه للدرجه دي. بعكس مواد تانية، في مواد تانية التقفيل فيها بقى صعب قوي. لكن الاحياء اعتقد ما بقاش زي الفيزياء بقى فيها عدد اكبر. السنه دي فعليا عدد اللي قفلوا ماده الفيزياء كبير جدا بالمقارنه، ما فيش حد احياء قفل. مع ان انا من وجهة نظري حاسس ان الاحياء اسهل، يعني انا بحس ان الفيزياء برضو صعبة، مش عارف ليه. ما هو شكلا من بره كده بحسها صعب، يعني التانية فيها معلومات انا بحس ان هي اسهل، بس الاحياء يعني فيها حفظ كتير، فيها تفاصيل كتير. والله بص، الفيزياء عايزه ايه؟ يعني الفيزياء عشان تمشي فيها كويس عايزه تبقى فاهم القانون كويس، جه منين، تفاصيل القانون ده كله واستنتاجه، وتبقى مركز مع المستر في القصه دي. الحاجه التانية التدريب. طب التدريب ده هيتم ازاي؟ اول حاجه انت والمستر بيدربك على القانون او حل اسئله على القانون ده، تبقى مركز المستر بيوصل لحل السؤال ازاي، طريقه حل السؤال. انا ساعات بستفيد من الطالب اللي قصادي انه حل بطريقه جديده. ما شاء الله، عشان هي ليها كذا طريقه. انا ايه ده؟ طب في طريقه اهي. خبرات بقى، بتبدا خبرات. فابدا اقول له طب انت عندك طريقه تانية؟ ده انا عندي طريقه تانية، وده عنده طريقه ثالثه. يبقى الثراء ده في الطرق بيدي للطالب خبرات بقى. فانت رقم واحد ركز مع الاستاذ، هو بيحل ازاي، بيوصل للاجابه ازاي. بعدين ابدا روح البيت طبق ده وانت لوحدك، انت والكتاب. طب وانا والكتاب وايه والقانون والملاحظات. الطالب يبقى سايب الملاحظات وسايب القوانين راكنها وفاتح الكتاب. ما انت لازم تقف، وانت عامل زي راح يصيد سمك ومعص النار. لان فعلا اكتر سؤال بيتسال، هو انا ليه ببقى مذاكر وفاهم من المستر كويس جدا وبرجع ما بعرفش احل خالص. انا بتسال السؤال ده كتير. انا يا مستر معاك في الحصه فاهم كل حاجه، وبقى يعني بص مش عايز اقول لك انا فاهم كل حاجه. اروح البيت احس ان الدنيا صعبه. فانا الاجابه دايما اقول له انت دلوقتي لازم تاخد الموضوع بالتدريج. ما تواجهش الاسئله مره واحده، ده مش ممكن. صح. فانت المفروض بتاخد تدريب الاول بالتدريج. فتعمل ايه؟ المستر حل ايه النهارده؟ حل مثلا 5 اسئله 6 اسئله. طب انا هحلهم تاني لوحدي، لان المستر اللي حلهم. فانا هقعد احلهم لوحدي. لو قدرت احلهم لوحدي بمساعده اللي كان المستر بيديهولي، خلاص يبقى انا اجتزت المرحله الاولى، ان انا حليت الاسئله
وبدات اعرف القانون اتعامل معاه ازاي. ده رقم واحد. مم. رقم اتنين، افتح الاسئله اللي جت في الامتحانات الخاصه بالجزء ده. هتلاقي في كتب كتير مقسمه المعلومات كده، ان الدرس ده ادي اسئلته اهي. هقوم شايف الامتحانات جابت الاسئله ازاي. النقطه دي مهمه جدا، لان انا لما احل السؤال اللي جه لزميلي من سنتين 3 وانا حليته كويس، لا طب ما انا تمام اهو، انا كده خلاص وصلت لمرحله انا حليت الاسئله اللي فاتت كلها. 3، ادخل بقى على الاسئله الخارجيه اللي مصدرها الكتب. صح. هيلاقي بقى اكيد هيلاقي اسئله تتحل واسئله هتقف. اللي اتحل تمام، طب اللي وقف ده اعمل فيه ايه؟ اول حاجه احاول فيه مره لوحدي كده، يعني احاول اجيبه من هنا او من هنا. ما جاش عادي جدا ولا يهمني، ايه المشكله؟ سؤال وقف قصادي ومن كتاب خارجي. الخطوه الثانيه، طيب انا حاولت مره واثنين وما جاش، ابدا ادور على الاجابه. البحث على الاجابه ده مهم جدا. يوصل منين بقى؟ يوصل الاجابه بكذا طريقه. اول حاجه انه ممكن يكون الكتاب عامل حل للسؤال ده موجود، بس الحل بيبقى برضه بيبقى بتفاصيل في اسئله صعبه بعض الكتب عامله كده، ان السؤال اللي هو فيه تفاصيل كتير عامل له حل تفصيلي. طب انت دور على الحل. الطالب لو وصل للحل لوحده مش بمساعده حد، دي لوحدها خبره انه وصل للحل. طب انت وصلت للحل، عرفت المشكله كانت فين؟ والله ده المشكله ان انا ما ربطتش القانون الفلاني بالقانون التاني. سجل بقى، لازم يكون النوتس دي تسجل، لان هو الخبره دي بيوصل لها عن طريق ان هو يبحث على الحل. طب انا استفدت ايه؟ اكتب. الطالب ما بتكتبش، الطالب قاعد يذاكر من غير ما يسجل اللي هو وصل له. طب هو امن على المكتب، ايه النتيجه؟ انا في معلومات في دماغي، طب بعد يومين 3 خلاص ماده تانية دخلت، ماده ثالثه دخلت، المعلومات دي راحت خلاص، شكرا. لكن لو هو سجل، ده انا دايما بنصحه كده، لازم ورقه وقلم. طب المساله وقفت، اكتب بقى ملحوظه، انا المساله الفلانيه وقفت قصادي بسبب ان انا ما ربطتش القانون ده بالقانون ده، عشان لما تجيله تاني، خلي باله من الحته دي. الخبره بقى. صح. ده المساله دي انا غلطت فيها لاني ما خدتش بالي ان تربيع فنسيت التربيع، بتحصل كتير. ده المساله الثالثه، انا ما خدتش بالي ان ما حولتش السنتيمتر او ما حولتش كذا. هي دي بقى. صح. مش قصه قانون بس، ده ممكن الواحد سهوا ينسى حاجات، تفاصيل صغيره توقف المساله، بالذات في النظام الجديد. فدي رقم واحد، ان هو يدور على الحل او يحاول يحل لوحده الاول. رقم 2، انه يوصل للحل عن طريق الكتاب، لو الكتاب موفر الحل. طب الكتاب مش موفر الحل، عنده بقى دلوقتي انه ممكن يدور على اليوتيوب. الكتاب ده عامل قناه على اليوتيوب كبيره دلوقتي طبعا. الكتاب عامل قناه على اليوتيوب، وما شاء الله كل الكتب عامله قناه وحلل الاسئله. خلاص يبقى انا هفتح اليوتيوب اشوف السؤال ده فين، وابدا اشوف هم قايلين فيه ايه، ما هم اللي حاطين السؤال. صح. طب كل ده ما حصلش، خلاص المستر يحله لي. صح. طيب بعد ما حله لي المستر وفهمته، لازم تروح تسجل. دي النقطه اللي واقعه من الطالب، انه مش بيسجل. يعمل سكتش مثلا كده في كل حاجه اي ملحوظه بتطلع في الماده. لازم يبقى في عنده مكان، يعني كشكول مخصص للماده دي. سجل، ما يسجل الخبرات دي هيبقى عنده في الاخر محصله كبيره. صح. طب انا عايز اراجع بقى، هيفتكر بقى ده السؤال الفلاني ده وقف قصادي بسبب كذا. دي الخبرات بقى اللي بيكتسبها الطالب. لو قدر يعمل ده على مدار الوقت وعلى مدار السنه ويراجع، لا خلاص هيوصل لمرحله كبيره جدا في الفيزياء، وهيقدر يحل ويقفل كمان. حلو جدا. طيب انا عاوز اعرف من حضرتك بقى، يعني انت شايف مثلا الطالب لو ذاكر كام ساعه، هو طبعا هي بنسب متفاوته، بس المفروض يذاكر كام ساعه في اليوم؟ المفروض يعمل جدول ازاي للفيزياء؟ هل يذاكر يوم واحد بس في الاسبوع، ولا يقسم على مدار الايام كلها بتاعه الاسبوع؟ يعني تنظيم الوقت بالنسبه للماده، والله هو مادتنا احنا بالذات محتاجه حل كتير. المذاكره فيها كمذاكره قليله، ان انت هتقرا القانون، هتعرف الملاحظات، فده مش هياخد وقت. المجهود كله بيكون في حل الاسئله والتدريبات. فانا شايف ان هو لازم على الاقل يبقى بيه مرتين في الاسبوع. مره هيذاكر الدرس اللي خده وفي نفس اليوم. النقطه دي مهمه قوي، ان انا اذاكر الدرس في نفس اليوم. ان انت ما بتاجل الدرس يومين و3، خلاص طب ما هو اللي شرحه المستر راح من دماغي. فالافضل ان انا اذاكر في نفس اليوم، واسجل الملاحظات اللي المستر اداها لي بايدي، لان معظمهم بيصوروا، فالصوره بتفضل على الموبايل. طب انت فين الملحوظه؟ انت صورتها عشان تنجز وقتك وتروح، وانت بتكتب دي مذاكره طبعا. فلازم في نفس اليوم تكون ذاكرت اللي خدته وسجلته. لو قدرت في نفس اليوم تحل على الجزء ده بعض الاسئله او جزء، مفيش مشكله، كويس جدا.
طب هل ده كده خلاص؟ لا، لازم في مره تانية بقى. يبقى انت على الاقل عندك مرتين في الاسبوع هتذاكر الفيزياء. مره هتذاكر اللي خدته الشرح يعني وحل جزء من الاسئله، المره التانية لازم اكمل حل الواجب وحل الحاجات الزياده اللي انا بحلها. حلو جدا. لازم بقى في حاجات مهمه جدا، اللي فات. اللي فات ده لما بتسيبه ويطول معاك الوقت خلاص انت نسيت. فلازم يكون في ورد مراجعه. ممكن يوم جمعه تقوم انت مقسم، طب انا هراجع جزء من الفيزياء، هراجع جزء كذا. لو الطالب ما راجعش وبقى بيذاكر الجديد بس، للاسف المحصله عنده بتبقاش كويسه. فنصيحتي ليه مرتين اساسيين في الفيزياء في الاسبوع، مره في نفس يوم الدرس، ومره حل الاسئله والواجب والتدريبات، ومره كده في الاخر الاسبوع دي مراجعه حتى لو جزء بسيط. يعني انا بقول للطالب ما تراجعش جزء كبير. ليه تراجع جزء كبير؟ لسه السنه طويله ومعاك وقت. بس انا عندي امتحان، لا، مراجعه الامتحان دي حاجه طوارئ، بستعد كده للامتحان يوم او يومين وبعد كده خلاص. انما انت ما حدش بيجري وراك، السنه طويله. الفصل اللي فات ده، الفصل الاول ده، ادي نفسك شهر ونص انا هراجع في الفصل ده وانا شغال في الفصل التاني. يعني يعمل الاثنين مع بعض طبعا. يشتغل هنا وهنا. ده هو لو عمل الحاجتين دول، ان هو ركز في الجديد. يعني ايه ركز في الجديد؟ اللي كان بيعمله زمان في الفصل الاول وضيع منه الفصل الاول لازم يتلاشاه في الفصل الجديد. اللي هو انا ما كنتش بذاكر في نفس اليوم، ان انا ما كنتش بحل الواجبات، ان انا كنت بغيب حصه واروح حصه. ده اللي بيضيع الدنيا. طب انا قررت التزم مع المستر بقى خلاص في الفصل الثاني. التزم بمعنى ان انا احضر، اركز معاه في الحصه، افهم كل تفصيله بيقولها، اكتب الملاحظات. ادي جزء. روحت البيت هذاكر في نفس اليوم اللي المستر قاله واسجله. طب عايز حل الواجب اللي المستر طلبه مني. طب اسئله وقفت هدور على اجابتها لغايه ما اوصل ليها على الاقل قبل ما اروح للمستر. طب انا نفذت ده فعلا، هتيجي في يوم تاني، مش لازم تاني يوم، ممكن بعدها بيومين 3 هبدا اذاكر واحل تدريبات على الدرس ده اكتر. خلاص انا رايح للمستر مخلص الدرس كده. الفصل التاني ايه؟ ظبط معاك. طب الاولاني ما احنا لسه اوريدي عندنا مشكله فيه. صح. لازم تحط خطه للفصل الاولاني ده ان انا راجعه. طب الخطه دي مدتها قد ايه؟ حد حكمك بوقت؟ انا هقول لك مثلا اسبوع ولا 2 براحتك، دي خطتك. انا عايز اراجع الفصل ده في شهر، براحتك اتفضل. بس في نفس الوقت انت بتذاكر التاني عشان تطمن ما يتراكمش ده على ده. لا، اما ده بقى مهم جدا ان انت تكون مخلص التاني. الجديد لو خلص انت شلت من عليك هم كبير. طب القديم راحتي بقى، انا ما حدش بيجري ورايا. وما تيجي تراجع، راجع جزء صغير مش كبير عشان تعرف تركز عليه. طب اراجعه ازاي؟ هو دايما السؤال، طب انا راجع ازاي؟ ابص لها طالب داخل على حل الاسئله مره واحده، مفيش ولا سؤال بيتحل، يقوم سايب المراجعه وقايم مش مكمل، فبتعمل له يعني صدمه نفسيه زي ما بيقولوا. أيوة. فانا اقول له طب انت بص، داخل تراجع مش تحل فجاه كده. فانت حبيبي تراجع ازاي؟ اول حاجه بتجيب الدرس، الجزء الصغير اللي انت هتراجعه ده، زي مثلا عايز اراجع المقاومه النوعيه والتوصيليه الكهربائيه. الجزء ده هجيب الاول قوانينه، ملاحظاته، مستر ماليني ايه، واحطها قصادي وراجعها. تاني حاجه فين الامثله المحلوله؟ لازم اشوف امثله محلوله اشوفها. تالت حاجه فين الواجب القديم اللي كنا حليناه والاسئله كانت بتقف قصادي، اجيبها واحلها. انا كده بدات افتكر، وبدا ايدي تشتغل، وبدا دماغي تتعامل مع القوانين. خش بقى كده حل بقى، حل. هتلاقي حاجات بتتحل كتير وحاجات برضو بتقف. ما هي كتب الخارجيه انا قلت في الاخر مستحيل هتحل كله. لازم هتوصل ان انت حد هيساعدك، لازم حاجه تقف معاك، لازم حاجه تقف. ولو الوقف ده كتير انت ما انت حليت كتير برضو. يعني واحد جاي يقول لي طب انا حليت مثلا 20 30 سؤال وقف قصادي 10. طب ما تبص لنص المليان ان انت حليت 20 سؤال وال10 دول وقفوا قصادك. طب انت اما تعرف تحلهم بعد كده انت استفدت خلاص. انا لسه كنت هسأل حضرتك اصلا في فكره ان الطالب بالنسبه لهم حاجه بتقف تبقى حاجه كبيره قوي على نفسيته وهو لسه شاب صغير. بالنسبه له ده كده فشل يعني. فشل خلاص انا الدنيا وقفت معايا. انا بشوف طالبه بنات بالذات واقفه تحكي لي ان انا بتعيط. طب اهدي كده وبتاع، انت واخده الموضوع نفسيتها قوي كده. فابدا اهديها واقول لها طبيعي ان حاجات تقف. هو انت لو ما فيش حاجه وقفت يبقى انت خلاص بقى عديتي، مش محتاجه حد، انت خبيره في الماده بقى خلاص كده. بس كان احنا الاساتذه لما بنتعرض لاسئله جديده بنقعد نفكر لغايه ما نوصل للاجابه، لان سؤال اول مره اشوفه او فكره مثلا ما عدتش علينا، ما هو بحر طبعا معلومات طبعا. فبنهدى نعرف المعلومه ايه المشكله، ما نستفيد من بعض. فانا بقول للطالب ما تجيش على نفسيتك بسبب ان انت في اسئله وقفت، لان في الاخر انت لسه بتتعلم. انت امتى تقلق؟ لما توصل لشهر 4 اللي هو في المراجعات وتلاقي نفسك ما بتعرفش تحل خالص. لا، انت دلوقتي في مرحله التكوين، انت في مرحله التدريب، فطبيعي ان حاجات توقف. هو لا لازم ابقى تمام
وفكره زمان كان الاهل للاسف كانوا بيقول لك لازم ما تغلطش. انا عايزك تجيب الدرجه النهائيه، حل كل الاسئله، لازم يا جماعه مفيش حاجه اسمها كده. ده غلط اصلا، بيخلي الطالب يوصل فعلا للثالثه نفسيته مش قادر يغلط غلط. لا اغلط، ويكتشف ان هو للاسف فعلا زي ما حضرتك بتقول في البدايه هو لسه اصلا بيتعرف على الموضوع، فهيغلط كتير جدا كمان. اي حد بيدخل حاجه جديده لازم هيغلط. فهو الطلبه انا بوجه لهم رساله من خلال الحلقه، يعني انت في مرحله تدريب، واثناء التدريب بنغلط وبنقع وبنقوم، مفيش مشكله، بس انت المطلوب منك في الفتره دي خبراتك بتزيد. سجل خبراتك دي، شوف مشكلتك وحلها. انا بغلط في الاسئله الفلانيه دي ليه؟ مش عارف الطريقه، اعرفها. طب انا عندي مشكله مثلا في اسئله اللي هي فيها حسابات كتير، طب ما تتعلم. صح. انا عندي مشكله متراكمه من زمان، ما بعرفش اصفي المساله، ما دي مشكله مش فيزياء، دي هي مأثره معانا طبعا، كان لازم دي تتحل زمان. طب انت جاي تحلها في ثالثه، يبقى لازم تحلها. الموضوع مش على قد ماده، انت في الاخر المواد كلها بتخدم بعض. فما تجيش تمسك لي في ماده وشاطر فيها وسايب بقيه المواد. انا عندي طالب قفل 4 مواد ونزل في العربي 26 درجه. خرابي. طب ده نعمل له ايه؟ طب انت ممتاز في 4 مواد، لكن المحصله للاسف لازم يوازن لازم يوازن. فانا بقول انت هتقف قصادك اسئله، ده اكيد، وفي كل المواد. انت بقى في الفتره دي انت في خناقه مع الاسئله دي، انت في معركه، لا تنتصر عليها لا تنتصر عليك. فبلاش تاخدها على نفسيتك، عيط ليه وتوجع دماغك ليه وتقعد بقى مكتئب طول اليوم. ده ما ده هيعمل لك هيخلي الطاقه تنزل عندك، طاقه سلبيه هتزيد، طاقه ايجابيه هتقل، هتلاقي نفسك خلاص. فعليا في الاغلب بيسيبوا، يعني الحته دي نفسها بحته، بيسيبوا المذاكره ومش بيكملوا بقيه المواد، والدنيا كلها بتتراكم عليه وبيفضل بقى في الدايره دي طول الوقت للاسف. يعني لازم الاهل هنا والاساتذه يبقى ليهم دور بصراحه. صح. الدعم النفسي للطالب في ثالثه شيء مهم جدا مننا كاساتذه ومن البيت ومن المجتمع كله. مشكله البيت بيضغطوا وبيحسسوا ان دي سنه اصلا مستقبل. يعني ده اللي بيجي لي برضو من الطلبه، ان السنه دي يعني بالنسبه له هو من كتر ما هي مهمه، من كتر ما هم مبينين له قد ايه هي مهمه، فهو مضغوط. اللي هو لو انا حاجه ما بحلهاش دي، يعني انا مش هحل في الامتحان خلاص بقى. ما هو ده للاسف بقى دور الاهل، انه دايما يطمن ولاده، يا جماعه اعملوا اللي عليكم، ذاكروا واحنا معاكم، وان شاء الله ربنا يختار لكم الاصلح. احنا مش عايزين غير ان انت تعمل اللي عليك. صح. خد بالاسباب. انت ممكن تاخد بالاسباب وربنا يكرمك وتحقق هدفك، ممكن تاخد بالاسباب وربنا يكرمك وتلاقي نفسك رايح طريق تاني. خلاص هتعمل ايه؟ صح. انت هتعترض يعني؟ ولكن في الاخر انت رضيت نفسك وعملت اللي عليك وقلت يا رب انا خلاص انا اخدت بكل الاسباب. صح. بس لو انت في 11 سبب هيوصلوك للحاجه الفلانيه وخدت ب10 بس، للاسف انت مقصر. دي نقطه مهمه. صح. عشان لما اجي احاسبك اقول لك انت كان المفروض تعمل كذا وكذا وكذا وما عملتش. صح. فما تجيش بقى تلوم نفسك بعد كده. صح. فاحنا بنقول طالب ما تضغطش على نفسك خالص، اعمل على قد قدراتك وذاكر واجتهد وراجع، والحاجه اللي تقف قصادك دور على اجابتها، وما تشغلش نفسك بقى خالص دلوقتي بالامتحان. اصل الامتحان انت الله اعلم الامتحان ده هيبقى عامل ازاي، ومش عليا لوحدي، على الكل. صح. فانا عايزه يهدى كده ويعيش حياته. صح. السنه دي هتعدي بالظبط. انت تعديها ليه وانت مكتئب؟ ما تعديها وانت مبسوط. الموضوع مش مستاهل. انت بس اعمل اللي عليك، نظم وقتك وذاكر. بس ده اللي بطلبه من الطالب ومن الاهل. حلو جدا. طيب انا عاوز اسال معلش سؤال بيجي لكل الناس، اللي هو اي حد بيساله اصلا، بيقول لك اولى وثانيه، انا دلوقتي في ثالثه وفي اولى وثانيه الفيزياء انا ما جيتش جنبها او ما اعرفش عنها حاجه، فهل انا دلوقتي في ثالثه ده هيأثر عليا ولا اقدر من ثالثه برضو اقفل الماده؟ بص حضرتك، هو كمنهج منهج ثالثه مش مرتبط باولى وثانيه كمعلومات. لان المنهج بيبدا بعلم الكهربيه، وهو كان واخد العلم ده في الاعدادي، فكده كده قديم، فبنبدا ناسسه من الاول. وبرضه يعني في اجزاء في الفيزياء الحديثه ممكن تكون مرتبطه بجزء الموجات اللي خده، وده احنا بنقوله له عموما في الاول في الحصه التاسيسيه. في الحصه التاسيسيه وحتى في بدايه العلم. ولكن اللي يفرق مع الطالب في اولى وثانيه مش المحتوى اللي درسه. اللي يفرق معاه انه شغل دماغه، انه كان بيذاكر، انه كان بيدرب عقله اول باول على التعامل مع المسائل وحل المسائل، وايده شغاله وحساباته شغاله. لا تفرق من طالب لطالب. احنا بنلاحظها حتى الطالب بيبقى فاهم بس مش قادر يتعامل مع المساله ويحل، انه ما حلش قبل كده. دماغه مش شغاله، عامل زي لاعب الكره اللي قاعد احتياطي، فهو حريف ولعيب ولكن ما بيمارس اللعبه، ما بينزلش، فعلى ما بينزل بياخد وقت على ما يتدرب. هو نفس الوقت الطالب ده ممكن ينجح ويقفل، بس هيبذل مجهود
اكبر على لما يوصل للنتيجه دي. مم. غير الطالب اللي اتدرب في اولى وثانيه. مم. انا حتى نصيحتي دايما لسنه تانية، كل حصه والله بقول لهم الكلام، اقول لهم محتوى منهج تانية بالنسبه لثالثه مش هيبقى مؤثر، ولكن اللي هيفرق معاك في تانية ان انت تشغل دماغك. مم. فكر وانت مش تحت ضغط، لان في الاخر المنهج ده مفيش فيه تنسيق مم. ولا مجموع ولا كليه. صح. ده بالعكس، ده انت المفروض في تانية دي تبقى قاعد كده براحتك. مم. ده ايه، اصل احنا ما دخلناش البطوله لسه، ده انت لسه بايه قبل البطوله. فبقول لطالب تانية لا، انت حل كتير، عندك مشكله في حاجه حلها دلوقتي، مم. مش تيجي في ثالثه تحلها لي. صح. هي ثالثه مش سنه حل مشاكل، ثالثه سنه مواجهه. انت داخل في مسابقه مع ناس، فالناس دي احسن منك دلوقتي لان انت ما حلتش مشاكلك قبل كده. مم. انت داخل خط البدايه مع سنه ثالثه، احنا كلنا زي بعض. مم. ولكن مين بيسبق؟ اللي كان متدرب في تانية ودماغه شغاله كويس. مم. فانا بقول لطالب اولى وتانية بلاش اولى، يعني بتكلم على تانية اكتر. مم. شغل دماغك، ما تشغلش بالك بمحتوى المنهج قد ما تشغل دماغك ان انا شغال. مم. مش في الفيزياء حتى، بس في اللغات. يعني اللغات مؤثر طبعا. يعني انا طالب اللي عندي ده كان عنده مشكله في النحو. طب انت المشكله دي عندك من امتى؟ بيقول لي من ايام الاعدادي. ضيعته، ما هنقل 26 درجه في العربي، كارثه. كارثه طبعا. طب انت مقفل كيمياء ومقفل احياء، مقفل. طب العربي في الاخر. الزيرو ودي كتير نقطه جدا. عند الاهل، يعني انا ملاقي ابني ضعيف في نقطه لازم احلها له قبل ما يوصل ثالثه. مم. يعني ازاي اسكت على ابني انه عنده مشكله في العربي وعارف انه بعد سنتين ثلاثه داخل على ماده فيها 80 درجه في الثانويه العامه، ان هي تراكميه. تراكميه اللغات بالذات. مم. فانا بنصح الاهل، ابنك عنده مشكله في ماده معينه لازم تحلها له قبل ما يوصل ثالثه. مم. باي طريقه بقى، ان انت تديله كورسات فيها، تركز مع الاساتذه، تشرح له في البيت. الولد لو لقى نفسه في دعم من الاهل في النقطه دي هيوصل ثالثه، المشكله ما فيهاش حق، اتحلت خلاص. طب لو وصل بيها ثالثه هتاثر عليه، مم. هو مش هيجيب المجموع. ما هي كده. فنصيحتي اي حد عنده مشكله في الجزئيه معينه قبل ما يوصل ثالثه لازم يحلها. مم. لان السنه الثالثه بصراحه مش سنه بقى هنقعد نعالج في ثالثه. مفيش وقت اصلا. مفيش للكلام وقت. ده. ولا فنصيحتي للطالب حل مشاكلك قبل ما توصل ثالثه. بالظبط. اه. ايه راي حضرتك طب في المقارنات اللي الطلبه بتعملها مع بعض، اللي هو مثلا ايه، يعرف ان ده بيذاكر 8 ساعات هو بيذاكر ساعه فبيجي له احباط. فانت ايه رايك في الوقت اصلا المحدد للمذاكره ده؟ هل بيفرق فعلا ولا بيفرق الجوده بتاعته؟ فبص، بتفرق من طالب لطالب. في طالب استيعابه بطيء فبيحتاج وقت كتير، وفي طالب استيعابه سريع ويعني يقدر يلقط المعلومه وحله وكده وتركيزه اكتر فبياخد وقت قليل. فانا مش عايزك تقعد تقارن نفسك بواحد، لان امكانياتك غير امكانياته. انت ترضي نفسك امتى؟ لما يكون الوقت ده بقى كافي ليك ان انت تراجع المعلومه وتحل وتعمل الواجبات ومستواك بقى كويس بالوقت ده. طب الوقت ده مش كافي، يبقى هضطر ازود. هو بيقيسها مع الوقت، يعني هو بيعمل خطه مثلا خلال شهر. الخطه دي ان انا خلال الشهر ده هكون خلصت الفصل الفلاني في الماده دي، وهكون امتحنت عليه، واشوف درجتي فيه عامله ازاي، والكويزات اللي باخدها مع الوقت درجاتي عامله فيها ازاي، او درجتي عامله فيها ازاي. طيب انا لقيت نفسي درجاتي وحشه، لا يبقى كده في مشكله. طبعا. يبقى اكيد هكثف في الوقت في الماده دي على حساب ماده تانية انا شاطر فيها. في نفس الوقت مش عايز اقصر في الماده دي التانية اللي انا شاطر فيها عشان ما يحصلش دروب. فهو بيكتشف مع الوقت انه لازم يظبط الجدول بما يتناسب مع المواد. طبعا دي مش بتيجي مع الطالب كده، لازم حد برضه يساعده. لازم حد يوجهه، البيت او الاساتذه او كده. فانا نصيحتي للطالب ان هو يعمل جدول مذاكره، ده لازم. بلاش المذاكره العشوائيه، حط رينج في الفتره اللي احنا فيها دي من 4 ل 5 ساعات. ده يعني مينيمم بتاعك دلوقتي، ومش لازم يكونوا متواصلين. التواصل اللي هو المذاكره الكتير ورا بعض دي بتفقد التركيز. ممكن تذاكر ساعه، ساعه ونص وتفصل، بعدين ترجع تكمل تاني. تذاكر مادتين، تذاكر 3، ما عندناش مشكله. المهم التوتال بتاعك ان انت مثلا 4 5 ساعات ذاكرتهم. طيب في حاجه تانية الطالب مش واخد باله منها، البينيات. البينيات دي وقت ضايع. زي ايه مثلا؟ بين درسين عندي نص ساعه، ممكن اعمل ايه؟ انا بشوف طلبه والله بتعمل كده، قاعد بحفظ كلمات انجليزي، قاعد بحل واجب، قاعد براجع مش عارف ايه في نص ساعه. حلو قوي الحته دي فعلا. البينيات دي والله كنز. انت ممكن ما بين درسين ذاكرت شويه وبين تجمع 3 4 ساعات وانت في الشارع، تحس ان انت اصلا خلصت اللي انت المفروض تذاكره. بس طب انا قاعد فاضي، صح. بدل ما اقعد بقى ايه فاتح التليفون ولا قاعد مع زميلي عمال نحكي. والله الطلبه بتعمل كده، بيدخلوا يقعدوا في اماكن معينه، زي ممكن مسجد، ممكن مكان مناسب للمذاكره، ممكن سنتر، قاعه فاضيه،
شوف طلبه تعمل كده، قاعد بيذاكر البيانيات. ده مستحيل تقارنه بطالب تاني مضيع الوقت. صح. ده الطالب ده لما يروح البيت خلص من عليه ايه بقى؟ خلص شويه الحفظ، حل اسئله، كان في مسائل واقفه قصاده فقام مستغل الوقت وحلها. روح فضل ايه بقى؟ عايز يزود مستوى، عايز يزيد بقى، انا عايز ايه؟ اشوف الحته الجديده دي اركز عليها اكتر. ده اكيد هيبقى وقته كتير جدا، حتى يبقى باله رايق ومستريح فمبسوط عاوز يذاكر اكتر. ما انا خلصت اللي ورايا جزء منه خلاص بقى، انا رايح البيت بقى نفسيتي مستريحه، هنام شويه واقوم بقى انا عارف هعمل ايه. صح. فانا بنصح الطالب يومك 24 ساعه، البيانيات دي لو قعدت تحسبها هتلاقيها 3 4 ساعات، هيفرقوا معاك كتير جدا. طبعا انا بشوف طلبه بيذاكر في المواصلات، يعني هو رايح مشوار هياخد تلت ساعه فاتح وبيذاكر. السنه دي عايزه كده. هو راس مالك وقتك السنه دي. وانا حتى كنت بشبه لهم الموضوع ده في حصه كده، بقول له انت السنه دي في حجر داخل عليك وبيزقك كل يوم زقه ناحيه الامتحان، ولا الامتحان هيرجع ولا الحجر هيقف، فانت اوريدي بتتحرك. طب بتتحرك وانت بتذاكر وبتبذل مجهود وبتحقق هدف، ولا بتتزق على الفاضي؟ لو انت بتتزق كل يوم من الحجر ده على الفاضي ومفيش مذاكره ومفيش اجتهاد ومفيش تركيز، انت هتوصل للامتحان للاسف مش مستعد. انما لو انت عارف ان اليوم اللي بيعدي ده بيقربك من الامتحان، فانت تكون لازم انجزت فيه حاجه واستغليت وقتك كويس وعارف خطه على مدى شهرين 3 انا هعمل ايه وهسوي ايه، لا هتوصل للامتحان تمام. فانا نصيحتي للطالب استغل البيانيات، ووقتك في البيت هتبقى محدد 4 5 ساعات، تبدا تقول الاربع 5 ساعات دول انا هذاكر فيهم ايه. بلاش مذاكره عشوائيه، بلاش تحط على المكتب كل الكتب وتقوم ساحب لك كتاب يلا ادي شويه كذا وادي شويه ماده كذا، لا دي مش مذاكره بصراحه، انت بتعمل اللي عليك وخلاص. انما انا عندي محدد، انا هروح البيت النهارده هذاكر ماده كذا وهذاكر فيها كذا، فبجهز الماده دي على المكتب، الكتب بتاعتها، الملاحظات، مفيش غيرها. لان ساعات بيبقى في ماده تانية فتلاقي الطالب سحب الكتاب مظبوط وطلع من الفيزياء داخل الاحياء، طب ما ده تشتت جدا. فانت الماده تبقى قصادك على المكتب، مفيش غيرها، مفيش غيرها خالص، ساعه ونص هي الماده دي، وورقه وقلم وآلتك الحاسبه وملاحظاتك وقوانينك، وابدا بقى ايه بسم الله كده، سمي الله وقول شويه اذكار كده في الاول عشان ربنا يكرمك، وبعد كده ابدا ايه انجز حاجه تدي طاقه ايجابيه، حل مسائل تكون بتعرف تحلها، حته المستر قالها هراجعها، تبدا تحب الموضوع. هتلاقي نفسك الساعه ونص عدوا من غير ما تحس بيهم. ريح، اطلع بره، اشرب حاجه، اقعد اتكلم بتاع ربع ساعه، ادخل تاني هات ماده تانية. صح. هتلاقي نفسك انجزت 4 ساعات، 4 ساعات ونص، 5 ساعات بهدوء من غير تعب. ده غير البيانيات اللي قبل كده، الدنيا هتمشي. يعمل وقت كويس جدا ويعمل شغل كويس جدا، من شغل هو مش متخيله. احنا والله عندنا وقت. الطالب بيقول لك انا ما عنديش وقت، ده لا في وقت فعلا، في وقت، بس انت اللي مش ده. انت بتفتح التليفون اصلا لو حسبت وقت فتح التليفون مع الطالب يوميا هيعدي الساعتين 3. لا والله ده كده قليل. لا طب ما انت يا حبيبي التليفون ده سيبه بقى. وانا بنصح موضوع التليفون ده على فكره مشكله، بالذات مع الطالب المدمن للتليفون. يعني كنت لسه اقول لحضرتك على السوشيال ميديا فعلا، ايه رايك في الموضوع ده؟ هل ده كده يعني هيبوظ له حياته عامه في ثالثه ثانوي، ولا بيأثر على مخ الطالب عامه في الحياه؟ يعني هو عموما التليفون قاعد عليه كتير مضر لكل الناس، طالب او غير طالب بالظبط. بس انت كطالب في كارثه عندك بتحصل. طب ده شغال وحدد مستقبله وخلص، خلاص الدنيا تمام، انما انت لسه بتحدد مستقبلك. التليفون ممكن يبقى مفيد معاك لو انت بتستغله في جروبات او بتشوف فيديو او بتشوف حاجه، انما طول الوقت ماسك لك التليفون. حتى في الحصه احنا بنطلع طلبه ماسكين التليفون في الحصه، حصه فيزياء، متخيل؟ طب انا مش فاهم، طب انت جاي الصبح بدري وقاعد بتحضر حصه فيزياء وحصه ممكن تكون مهمه وفاتح التليفون، طب انت جاي ليه بقى؟ مفيش اي تركيز، مستحيل. هو مجرد ما مسك التليفون في ايده ده الادمان بقى، فتح التليفون خلاص شغل. فبننصحه، ناخد منه تليفون مره، ننصحه مره، طب الموضوع اتكرر، لا لازم يبقى في قرار حاسم مننا ومن الاهل. صح، لازم. لو التليفون ده هيضيع مستقبلك لا شيله، خلاص. فانا بقول للطالب انت عندك وقت، لا عندك وقت، انت بس اللي مش مستغل الوقت ده. ركز على البيانيات اللي بين الدروس او الوقت الفاضي اللي انت ما بتستغلوش، وقسم وقتك بالليل. وانا برضو عندي حاجه مهمه قوي في حته المذاكره دي، النوم. تنظيم النوم مهم جدا في السنه دي. انا يعني في طالب جاي لي حصه شاطر فبينام، فبعرف على طول ان هو كان طول الليل سهران بيذاكر انا عارف ان هو بيذاكر. فاقول له طب انت ذاكرت؟ لما مثلا كنت بذاكر ونمت الساعه 4 الفجر ونمت لي ساعتين وجيت. قلت له طب انت ذاكرت كويس؟ قال له الحمد لله ذاكرت وتمام. قلت له طب انت اللي بنيته بالليل؟
جاي بتهده بالنهار. لان انت دلوقتي في ماده بتشرح، هي ماده جديده او درس جديد، انت ايه مفيش، مش قاعد معانا. يبقى انت بتعمل ايه؟ بتبني طوبه بعدين تشيلها. فنصحته قلت له لا، طب انت عندك درس يبقى لازم قبلها اكون نمت كويس طبعا، عشان ده الوقود بتاعي بتاع طول اليوم بقى. الطلبه للاسف الحته دي مضيعاهم كتير قوي. فانا انصحه، ربنا بيقول وجعلنا الليل سكنا، فده معناه ان في قسط من الليل هنام، لازم تنام بالليل. النوم اللي هو شويه بالنهار عمره ما هيديك راحه ولا هيديك تركيز. فانا بنصح الطالب، ربنا سبحانه وتعالى خلق جسمنا بنظام ان انت لازم هتنام بالليل. فانت هتذاكر مثلا، هتروح هتذاكر لغايه الساعه 11 او 11، مفيش مشكله. ذاكرت لك 4-5 ساعات، هتنام 11 هتنام 12، هتصحى بقى الفجر، هتصلي الفجر. عندك بعد الفجر ما شاء الله يعني وقت حلو جدا ممكن تستغل فيه مذاكره تاني، وتكون نمت كويس وجسمك استريح، تلعب رياضه، تفطر كويس، روح درسك، هتبقى مركز مع الاستاذ. فعلا في دكاتره بيقولوا ان النوم اصلا بيثبت المعلومات، يعني جداً. هو ده اهم اصلا من ان انت تذاكر. انت هو العقل راحته النوم، ونوم كويس، مش نوم قلق عميق، ونوم توتر عميق. الانسان فعلا اللي بينام كويس وبيبقى محافظ على الحته دي ومظبطها بيظبط باقي اليوم. طب ما نامش كويس والله اليوم كله باظ. فانت طالب لازم تظبط. انا اصل موضوع النوم ده للاسف مشكله كبيره عند كل الطلبه، وانا بلاحظها واحنا بنشرح، بنقعد نصحي في الطلبه. هو يا عيني عايز يذاكر وعايز يبذل مجهود وطول الوقت ما بينامش، بينام متقطع، فيجي عندنا بينام. طب نقعد نصحيه في الحصه، طب نعمل ايه؟ حلها ايه؟ قلت له لا، انت لازم تنام كويس قبل ما تطلع، قبل ما تيجي الدرس، ده الحل الوحيد. فانا بنصحه يظبط نومه ومذاكرته والبينيات، ويركز كده بس انه يذاكر بنظام معين مش بالعشوائيه، الدنيا هتظبط معاه. وكل واحد برضه مستر يعني يخلي باله من انا بقدر اعمل ايه، يعني كل واحد يخلي باله مجهوده قد ايه. طبعا يعني حته المقارنات دي برضه اللي بقول لحضرتك عليها، دي بتدمر الطلبه. يعني المقارنات، انت قصدك ان هو بيقارن نفسه بزميله اللي بيذاكر. والله انا لو شايف زميلي ده اشطر مني وجي في نفسيتي ان ابقى زيه، دي حاجه كويسه، بس ممكن تحبطه. يعني ممكن تلاقي طالب يعني ممكن الشيطان يدخل له من الناحيه دي، يقول له بص احسن منك كتير، ناس كتير احسن منك. والشيطان للاسف بالزبط. في السنه دي بيبقى مركز قوي يعني قوي يعني. هو السنه دي بالنسبه له هدف، يقول لك ان انا لو ضيعته السنه دي صح خلاص بقى، يعني ضيعت له مستقبله زي ما بيقول. يعني هو طبعا المستقبل بيد ربنا في الاخر طبعا، ولكن هو الشيطان فعلا دوره قوي قوي في الحته دي. انا انصح الطالب انه يقارن نفسه بزميله، ان هو يوصل يبقى زيه من غير ما يحسده ولا يبقى شايل في نفسيته ضغينه او ان انا متضايق. يعني لو عاتب نفسه ان هو مقصر وزميله ده مش مقصر وبيجيب مجموع وبيذاكر وبيجيب درجات كويسه، دي حاجه كويسه. انما بقى لو خد على نفسيته اصل هو احسن مني او انا بحسد، الحسد ده برضو شيء مش حلو بصراحه، بيأثر سلبي معايا جدا جدا. وفي طلبه عبط شويه يقول لك انا بذاكر كذا وبتاع، ويقعد يقول لا، تقول ليه؟ تتحسد اصلا فعلا. طبعا الحسد موجود. فانت تقول ليه؟ يا انا اعرف طلبه كتير اتحسدت واتأثرت بالموضوع ده. فانت ليه تقول؟ ما تقولش. صح. انت بتقعد تحكي ليه مع زميلتك مع دي او البنت بتحكي مع البنت ده انا ذاكرت امبارح 5 ساعات، انا عملت كده، لا ما تقولش. انت احتفظ باللي انت عملته لنفسك. في الاغلب الانسان بيغير يعني، هو كتمان يعني. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم وصانا بكده يعني، ان احنا نستعين على القضاء الحوائج بتاعتنا بالكتمان وما نقولش. مش لازم نقول كل حاجه بالذات السنه دي. انما انا لو بصيت من بعيد لقيت زميلي ده متفوق، احاول اقلده. حلو. طب ايه المشكله لما اروح اساله ما تنصحني انت بتعمل ايه عشان اعمل زيك؟ تيجي من الباب ده بقى، مش تيجي من باب ان انا متضايق نفسيا، لا. انا اروح له اصاحبه. انا حتى بنصح ابني كده، اقول له لما تلاقي طلبه كويسه والطلبه دي محترمه ومركزه في دروسها، صاحبه هتستفيد. انا بشوف طلبه بيقعدوا يذاكروا لبعض، يسمعوا لبعض، ده يحل ده يديله سؤال. دي بتثبت اصلا المعلومه لوحدها يعني جدا. يعني انا بقول لطالب يوم ما درس يقف قصادك اعمل ايه؟ هات واحد زميلك شاطر واقعدوا اشرحوا لبعض. انت اشرح له حته وهو يشرح لك جزء، انت تفهمني وانا افهمك، والله يا ابني الحته دي تبقى استاذ فيها. فانت بلاش ناخد الموضوع بالحسد وبالضغط النفسي، لا، انا ممكن استفيد منه وهو يستفيد مني. صح. اشوف بيعمل ايه واعمل زيه، انصحني وانا انصحك. خدوها من الباب ده افضل. حلو جدا. طيب عاوزين نعرف من حضرتك انت ايه اصلا اللي بتعمله على مدار السنه، ايه خطتك على مدار السنه مع الطالب عشان توصل لغايه الامتحان تكون خلاص حسيت ان هو الطالب ان شاء الله هيخش يقفل الماده. يعني لو هو دلوقتي اول طالب بيسمعنا لاول مره، عاوز يعرف خطه السنه ايه اصلا، الفصول ايه، كل شهر بنعمل ايه؟
واكيد احنا مش بنمشي عشوائي، اكيد في خطه للمنهج احنا ماشيين بيها، والخطه دي بتبقى متقسمه مراحل، وبتزيد مع زياده السنه، يعني مع زياده المنهج، يعني ان احنا ماشيين فصول. هي بدايه دايما المنهج ما بيبدا بيبقى فيه جزء التاسيس. جزء التاسيس ده ممكن ياخد شهرين، مش حصه تاسيس، مش حصه تاسيس بس، لكن التاسيس بيجي مع الشرح. مش لازم انا ممكن اجيبك حصه اشرح لك شويه اساسيات وبتاع وكده تمام وانت 100 100، ولكن انت ممكن تنسى ده بعد كده. ولكن واحنا شغالين بنحاول خلال شهرين ان احنا ناسس الطالب في اجزاء معينه، في فهم علاقات معينه، طردي عكسي، تعمل ايه في السؤال الفلاني، لان في نمط اسئله ثابت طول السنه. فانا لو اسسته فيه في الفصل الاول كويس، الاسئله دي بتتكرر تاني في الفصول اللي بعدها، فتلاقي الطالب عارف يحلها كويس. فالمرحله الاولى ان احنا بناسسه في خلال شهرين، هم اول شهرين دول مع الفصل الاول في نمط اسئله ثابت معين بيتكرر طول السنه. بعد كده بتبدا المرحله الثانيه ان احنا ما بنخش بقى في الفصول اللي بعد كده، بيبقى عندنا جزئين مركزين عليهم، ان الجزء الجديد ده فيزياء جديده بالنسبه له، فاحنا بنبدا ناخده واحده واحده، بالذات في بدايه الفصل، ان انا ما اجريش، لا، الجاريه دي بتخلي الطالب يقع منك. فاحنا بنقعد نهدى شويه في بدايه الفصل، لان باسسك في علم جديد لحد ما اطلع بيك في العلم ده. انت اوريدي خلاص الفصل الاول متاسس، لكن انا بدخلك في علم جديد، فالخبرات بتاعتك اللي معاك دي انا بستغلها في الفصل الجديد ده ان انت تعلم معايا. بعد كده لما المنهج بيبدا يزيد واحده بواحده، التراكم ده لازم يكون الاستاذ ليه دور فيه، ان انا ما بسيبش التراكم ده يحصل من غير ما يكون ليه مراجعه. فبيكون احنا شغالين في الفصل الثاني مثلا وبنراجع حته في الفصل الاولاني، حتى لو الحته دي كل حصه سؤالين او 3، بس بفكرك معلومه. والحته دي على فكره ما بتتنسيش. طالب لما بيسمعها منك ممكن يكون سمعها ايام الفصل الاول ما كانش مركز فيها، لما يسمعها منك وهو في الفصل الثاني بيحس انها اختلفت، يلقطها كويس جدا. الكوزات بقى لما بتتعمل او الامتحانات لازم تراعي ان انت مش في الفصل الثاني فتسيب الاولاني، لا صح. لازم يكون في اسئله عشان الطالب يراجع غصب عنه لما بتجبره على ده. فالمرحله الثانيه، المرحله الاولى التاسيس وان انت ظبطت الاسئله وظبطت نمط الاسئله. المرحله الثانيه بقى بيبدا التراكم يزيد، فبيبدا مرحله الشرح الجديد والمراجعه. واحنا مركزين دايما ان الطالب يحل كتير. النظام الجديد عايز حل كتير. لما بنوصل خلصنا جزء الكهربيه، الكهربيه هي المنهج. ده الفصل الاول صح كده؟ الفصل الاول والثاني والثالث والرابع ده كلهم الكهربيه 4 فصول. الكهربيه هي المنهج تقريبا. لما بنوصل ان احنا خلصنا الكهربيه بيبقى طبعا الطالب تعب جدا واحنا تعبنا جدا. لازم بقى المحصله بتاعت التعب ده ان الكهربيه خلاص بقت باكج بالنسبه لك، عليها جزء كبير من الدرجات وكم كبير من الاسئله، فلازم يكون في مراجعه للكهربيه، مش فصل بقى. الكهربيه كلها على بعض، بس انت مش هتخش تمتحن فصل صح. لا، ده انت بيجيب لك سؤال من الفصل الاول، بعد شويه تلاقي سؤال من الفصل الرابع وربط اكيد. ده اللي بيحصل. فالطالب اللي ماشي فصل لا، ده انت لازم تيجي في فتره نعمل لك بقى ايه الكوكتيل ده. ما انت هتخش تمتحن في الاخر سؤال من هنا وسؤال من هنا ودماغك رايحه جايه رايحه جايه رايحه جايه، فلازم ادربه على ده. لان الطالب اصلا اغلب كمان بيبقى ماشي فاكرها ان هي ماشيه واحده اللي هو هيجيب لي من الاول بعد كده الثانيه بعد كده الثالثه، فاول ما تغير له الاتجاهات خلاص بيغرق. الطالب بيخش الامتحان بيلاقي نفسه بيموج في المنهج كله طبعا. فانت لازم تدرب نفسك على ده طول السنه. فلما الكهربيه تخلص، انت طول السنه عمال تحل وتراجع، لما الكهربيه تخلص لازم تحل بقى على الكهربيه كلها. سؤال من الفصل الاول، سؤال من الفصل الثاني، سؤال من الفصل الثالث، ورايح جاي، وتربط الاسئله بتربط الفصول ببعض. فده دورنا برضو مع الطالب في الفتره دي. بتبدا بقى الفيزياء الحديثه. الفيزياء الحديثه دي الكريمه بتاعت المنهج زي ما بيقولوا، يعني 4 فصول صغيرين كده لذيذه، ما فيهاش حوارات الكهربيه كتير، قوانينها مش كتير، مسائلها مش كتير. فبيقدر الطالب يخف الضغط اللي كان في الكهربيه ويراجع الكهربيه كويس ويذاكر الفيزياء الحديثه. هي بتخلص في شهر ونص ولا حاجه، ما بتاخدش وقت يعني. فدي ميزه عندنا في المنهج، ان انت ممكن تراجع الكهربيه كويس جدا وانت شغال اوريدي في الفيزياء الحديثه. فاحنا بنبقى مركزين بقى في الفيزياء الحديثه، لانها بتبقى فيزياء مختلفه شويه، ولكن في نفس الوقت مش سايبين الكهربيه. لازم الكهربيه الطالب يبقى له مجهود شخصي، والاستاذ مجهوده مع الطالب في الحصه او في الامتحانات او في المراجعه، الاثنين بيكملوا بعض. مرحله بقى بعد ما خلصنا المنهج زي مرحله المراجعه بقى. دي برضه بتنقسم مراحل. مرحله ان انا براجع فصل يعني في الحصه، ومرحله الامتحانات الشامله. ما ينفعش تراجع فصل من غير امتحانات شامله. فيجي الطالب يقول لي طب انا مش فاكر، ما المنهج كبير طبيعي. فاقول له طبيعي. يقول طب ما نراجع فصول، ولما بعد ما نخلص مراجعه الفصول
بنحل امتحانات الشامله. قلت طب احنا لو مسكنا الفصل الاول ووصلنا الثامن برضه هتنسى. هنكون نسيت الاول، هنخرج من الدايره دي ازاي؟ فاحنا نراجع فصول وفي نفس الوقت بنحل امتحانات شامله. طب انا لما اجي احل امتحانات الشامله دي اكيد في الاول اكيد لازم تبقى متوقع ان في كتير مش هتبقى عارفه لان انت لسه بتراجع. صح. فانت انت تعمل ايه؟ 5 امتحانات مثلا، هحط قدامي 5 امتحانات كهدف ان انا هراجع من خلالهم. انا قابلني سؤال مثلا في الاوميتر، طب انا مش فاكر الاوميتر، روح راجعه. صح. وبدا احل السؤال. طب الاوميتر هيقابلني في الامتحان التاني، خلاص بقى انا اوريدي راجعته، طبعا حليت اكتر، ثبت المعلومه. طب السؤال اللي بعده، طب راجع الدينامو، راجع الدينامو. بعد 5 امتحانات انت عمال تروح وتراجع، بس بتراجع مش فصل على الجزء اللي انت واقف الجزء اللي انت واقف فيه ده. في اسئله هتحلها من غير ما تراجع لان انت اوريدي متدرب عليها كويس، وفي اسئله انت ناسيها، ده طبيعي. 5 امتحانات بالطريقه دي هتلاقي مع مراجعه الفصول، انا ما قلتش الفصول مش هتراجع، لا هي هتتراجع، بس انت لو عملت كده في 5 امتحانات ويكون امتحان ثانويه عامه، راجعت بقى كل المنهج من خلال الخمس الامتحانات دول، مراجع الفصول الجزئيه، انا بقول لك خلاص انت كده تمام. هتقعد تحط رجل على رجل الامتحان السادس والسابع دول اي امتحان بعد كده يعني تمام بقى انت خلاص. هتلاقي الحاجات بدات تقل قوي يعني. خلاص بقى بندخل الطالب بعد كده على مرحله ليله الامتحان. دي المرحله الاخيره بقى، اقول له خلاص الامتحان شكله عامل ازاي. بدخله بقى ليله الامتحان. بقى عندنا قبل الفيزياء يعني الحمد لله بيساعد 4-5 ايام، بنقسمها له بقى وبنبدا نحضر معاه ونديله محاضرات ونشرح له المنهج تاني ونجمع له. وطبعا بيبقى فيه مراجعه يعني ملزمه مراجعه كبيره، بنبدا نديله كورس مكثف زي ما بيقولوا. ده بالاضافه ان هو بقى بيذاكر، لازم نطمنه بقى شويه. هيفتكر كمان اللي حضرتك شرحته له قبل كده. احنا بنحاول نجيب له كل اللي قلناه في الفتره دي يسمعه تاني بحيث يدخل ايه الامتحان فاكر كل حاجه يعني. ودي رساله طبعا في الجزء التاسيسي ده مهم اللي احنا فيه دلوقتي، يعني اهم حاجه ان هو يخلي باله من اول شهرين، يعني ده اللي انا فهمته من حضرتك ان هو مهم جدا جدا، بيترتب عليه السنه كامله. طبعا هو التاسيس مش حصه. يعني حصه التاسيس دي انا ما فيش مشكله ان انا اول مره اسمع الحته دي، والحته دي مهمه فعلا، حته ان هي مش حصه كله بيعملها حصه تاسيسيه وخلاص. انا اقول لك في ناس تقول لك ايه، اتاسس معايا وانا شغال. اتاسس معايا وانا شغال. انت محتاج ايه؟ انا بشرح حته معينه محتاجه تاسيسه معينه هقولها لك واحنا في الحصه. اسسك الحصه الاولانيه شويه اساسيات عامه كده، ولكن انت في شهرين بتبني دماغك صح في ماده جديده زي دي. حاجات هتقف ما فيش مشكله تقف، ايه المشكله؟ هتعلم وقفت ليه؟ فانت الشهرين دول بالنسبه لك اللي عدوا انت كنت بتتدرب وبتبني دماغك. بعد كده انا بقول لك التدريب اللي انت اتدربته ده هيفرق معاك كتير بعد كده. تمام. عاوز اعرف من حضرتك في اصلا اي حاجه اتلغت من الفيزياء السنه دي؟ لا للاسف ما فيش حاجه اتلغت وما فيش حاجه اتضافت ولا اتضافت. لا زي ما كل الماده زي ما هي بالظبط. احنا الماده الوحيده اللي ما حصلهاش تغيير تقريبا خالص يعني. اللي كان معاه اصلا كتاب خارجي او اي حاجه هو لا الماده زي ما هي ما حصلش فيها تغيير. تمام. هنختم بقى بكام سؤال كده سريع خاص بحضرتك انت مش للطالب بقى. ايه اول حاجه بتعملها لما بتصحى من النوم؟ والله يعني في روتين ثابت ولا عادي؟ روتين ثابت يعني العادي بتاع الناس، يعني ان انا هقوم اصلي، او لو صليت الفجر الحمد لله يعني، او ما لحقتش هقوم اصلي وهفطر وهستعد للحصه. بس انا من بالليل بكون محضر نفسي يعني احسن جدول انا بشوفه برضه فعلا ان انت تحضر من اليوم اللي قبله. انا بقوم الصبح يا دوب عايز الحق، لكن انا بمحضر نفسي من بالليل. ومهم جدا الاستاذ يحضر. شوف انا بقالي 20 سنه بدرس والله لغايه دلوقتي بحضر. لازم في اسلوب جديد، لازم اقول حاجه جديده. طب كل سنه بقول الدرس بطريقه مختلفه. انا نفسي بتضايق ان انا اكرر الدرس صح بنفس الطريقه. فبقى يعني ايه التحضير مهم جدا طبعا. فحتى واما بشرح الحصه انا ممكن اعيد الحصه 3 مرات في اليوم. بزهق من كتر ما بقولها بنفس الطريقه طبعا. لازم اغير طبعا. فبتلاقيني في مجموعه بقولها بطريقه ثانيه. فالقصه كلها ان انا الروتين بتاعي اليومي اللي هو قبل الشغل انا بحضر نفسي بس مش اكتر. وبعد كده بقى ببدا بقى نخش بقى المعركه بتاعت اليوم. تمام. لو مع حضرتك يوم اجازه كامل بتقضيه في ايه؟ او لا اصلا ما بيبقاش في يوم اجازه كامل؟ والله نادرا ما بيبقى في يوم اجازه، بس يعني لو في يوم اجازه بقضيه مع الولاد. يعني الولاد عندي للاسف يعني ما بقعدش معاهم كتير. هي المهنه دي للاسف طبعا تاكل الوقت يعني. يعني هي مقابل ان انت بتاخد منها وكل حاجه والطلبه والتعامل مع الطلبه وبتبقى معروف وسط الناس، ولكن بتيجي على البيت شويه. فاول ما بيبقى في اجازه باخدهم افسحهم. هم كل عايزين نخرج طبعا. طب اقعد معانا. والله بيصعبوا عليا بس انت بتبقى جاي خلصان يعني طبعا. فبستغل اليوم ان انا اخرجه. ايه اكتر اكله بتحبها وما تقدرش تستغنى عنها؟ يعني اكتر حاجه لو عاوز تاكلها.
والله بص، هو انا مش اكيل قوي، بس ايه يعني انا بحب اللي هي الطبيخ، يعني اللي هو الطبيخ البيتي بتاعنا، بتاع والدتي وزوجتي ما وكده بتحبش الاكل من بره اصلا؟ قليل يعني. امم انما بحب بقى الرز مع البسله مثلا. امم بحب البسله مع الرز مع اللحمه، مش عارف ايه. الاكله دي احنا متعودين عليها قوي. فعلا. البيت المصري كله ملوخيه. امم المهم بقى في الاكل كمان اللمه بقى، دي بقى تفرق الناس معاك. اللي موجوده اصلا تفرق بتاكل معاك معاك. كتير امم فهي دي تفرق معايا اكتر من الاكل يعني. انت لو حضرتك لوحدك اصلا، يعني قاعد عاوز، يعني النهارده اجازه، فعاوز بتحب تخرج ولا تقعد تقرا حاجه ولا تقعد على التلفزيون؟ يعني ايه الافضل ليك انت، المحبب ليك؟ ولو انا ليا انا يعني أريح. مش طالبين منك تقعد في البيت مريح. اريح، بص ده افرد معظمنا ظهري كده. كده. حتى لو اتفرج على بس ابقى مريح، ما بفكرش في اي حاجه. صح. افصل نفسي عن العالم، ولا فيزياء ولا بشر ولا اي حاجه. صح. دي مهمه جدا بالنسبه لي يعني. طب ايه اكتر مكان بتحب تسافر فيه يعني في الاجازات؟ والله البحر. بص انت مكان اجازه فيه بحر. مم. العين السخنه مثلا قريبه. اسكندريه دي يعني مهم جدا الواحد يروح مره كل سنه ولا حاجه، مم. بس في اوقات معينه يعني. مم. فلا هسافر يبقى بورسعيد. مم. بورسعيد دي حلوه جدا برضه، قريبه فعلا. وخروجه يوم، يعني انت تروح صد رد كده. لا احنا يعني بصراحه في اماكن في مصر قريبه مننا كتير، تقدر تروح يوم يومين وترجع بسرعه. مم. فانا لو عندي اجازه بخطف بقى الحته دي وارجع يعني. مم. في اي حاجه حضرتك مثلا ندمت عليها قبل كده زمان نفسك ترجع تغيرها؟ يعني لو في حاجه واحده بس نفسك ترجع تاني بالزمن وهتاخد قرار تاني غير اللي انت خدته، هل في حاجه كده؟ حاجه غيرها يعني. تحب تغيرها زمان، يعني انت كنت كملت عليها وخلاص ودلوقتي مش هتعرف تغيرها مثلا؟ والله في حاجات، يعني من الحاجات اللي الواحد ندم عليها ان انا ما كملتش حفظ القرآن. يعني كنت بحفظ ووصلت ل10 اجزاء، كنت بحفظ فعلا يعني. ما شاء حتى الله. الجيش كنت بحفظ، بس جينا دخلنا في الشغل بقى والحياة العملية، للاسف الموضوع وقف. فلو هرجع ورا اكمل حفظ. كمل حفظ، لان أكمل الوقت حفظ. اللي كان فيه ده كان وقت المفروض فاضي، او يعني كنت فاضي شويه أكتر فرق من- معايا كتير بصراحه. فكان نفسي اكمل، بس للاسف الشغل والحياه العمليه خدت طبعا. الوقت. فانا انصح اي حد عندك وقت فاضي ولسه عندك طاقه، لا احفظ القران. طب احفظ القران دي تفرق معاك كتير يعني. حلو جدا. حلو جدا. وبرده حته، معلش نقولها برده للطلبه، حته الصلاه فعلا لو في مواعيدها دي بتنظيم نقطه مهمه هتنظم لهم اليوم. والله انا قلت للطلبه الكلام ده امبارح، قلت لهم ظبط صلاتك هتظبط حياتك. صح. بس انت الشيطان يعني حته الصلاه دي موقعه منك. ففي طلبه بتصلي بصراحه. انا بشوف طلبه بتسيب يعني بتبقى مش بتسيب الحصه، بعد الحصه على طول بتلاقيه طالع يصلي وجايب معاه حتى المصليه وكده. فانا انصحه علاقتك بربنا مهمه جدا كل وقت، مش في الثانويه بس. انت بتبني كل حاجه دلوقتي، شخصيتك وعلاقتك بربنا وعلاقتك باهلك وصحابك. دي اهم حاجه. انت اهم حاجه علاقتك بربنا، الصلاه. حاول يبقى ليك علاقه بكتاب الله، يعني ان انت تقرا ورد معين يومي قبل الامتحان. انا حتى اختي ما شاء الله ايام الثانويه، اختي دكتوره يعني، وكانت من الناس متفوقين، جابت 99%. ما شاء الله. كانت دايما عندها كده نظام معين انا كنت بشوفه. تقوم قبل ما بتذاكر تفتح المصحف تقرا صفحه او اتنين. والله، وعارفه هتذاكر ايه ومنظمه وقتها، وسبحان الله ما شاء الله، يعني النتيجه كانت مبهره ما شاء الله. يعني 99.4 في سنه زي دي. لا فانا كنت حتى بنصح الطالب بالحته دي، خلي ليك كده ربنا يفتح عليه اصلا، دي اهم حاجه جداً. البركه، وان هو يخليه يركز ويخليه يفهم. في سلاح هو للاسف احنا تايهين عنه، سلاح الدعاء. صح. ادعي ربنا واطلب منه والله لا يديك، لان الانسان بيفتكر بنفسه هو اللي يقدر يعمل كل حاجه، هو لا. ربنا هو اللي هيعينه. والله الدعاء ده فعلا سر من اسرار الناس. يعني انا نفسي بجربه. انا مره، يعني انا اقول لك ادعي في اي حاجه. انا حتى قلت لهم مره، انا مره دعيت ان الاقي ركنه، والله ده حصل. انا مش لاقي ركنه، صح، عمال رايح جاي. طب انا خدت بالاسباب، والله دعيت يا رب ارزقني ركنه، انا عايز اركن. والله ما عدى دقيقه لقيت واحد ورا بيطلع ومستحيل الحق، يعني لو رجعت اكيد حد هيدخل. فقلت ارجع، رجعت ودخلت خدت الركنه. فهو الدعاء صح. ادعي ربنا، انت مش لوحدك، بس انت اللي سايب ربنا ما بتدعيهوش. هو ربنا عاوزنا ندعيه اصلا عشان يساعدنا، فاللي هو يعني يعرف ان الانسان اصلا محتاج له، فدي اهم حاجه. طول ما انت محتاج لربنا وربنا عارف ان انت طلبت منه والله لا يديك. اطلب التركيز. يعني انا دايما اقول لطالب يا رب ارزقني التركيز، لان التركيز مهم جدا السنه دي. اي حاجه انت حاسس ان فيها مشكله ادعي ربنا هتلاقيها اتحلت يعني. صح جدا. شكرا جدا يا مستر، كان والله كلام كله مفيد جدا، وان شاء الله يعني شرفتنا. سعيد جدا باللقاء معاك والقعده معاك، وان شاء الله نكررها تاني ان شاء الله. تسلم لي ان شاء الله باذن الله. شكرا جدا يا مستر، تسلم. عفوا.